السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي فن الطبخ والحلويات ستار مع سميرة أم آسيل. اليوم حبيت نشارككم واحد الوصفة بزاف بنينة ومعروفة بالبزاف اللي هي كبدة مشرملة. كما نعرفوا الكبدة مشرملة كاين اللي نديروها كبدة تاع الغلمي ولا كبدة تاع البقري. كما انا اليوم حبيت نشارك معاكم كبده مشرمله تاع الدجاج اللي تجي بنينه بالبزاف. وكما نعرفوا الكبده تاع الدجاج فيها فوائد عديده بالبزاف، سورتو اللي عندهم لانيمي. فوالا، ولازم يداوموا عليها اللي عندهم لانيمي لخاطرش يعني طلع فاسيلمون لانيمي تاعهم طلع لهم. فوالا، هنايا عندي كمية قليلة من الكبدة اللي كنت شللتها ونقيتها بليتو وشللتها وحطيتها تقطر. فوالا، كيما راكم تعرفوا لازم تشرو نوعية المليحة، ما تشروش هذيك الملبزة، لازم تكون شوية شادة روحها. نروحو نشوفو التوابل تاوعها. فوالا، كيما نعرفوا كبده مشرمله تجيب توابل. هنا عندي نص مغرفه صغيره كمون، ونص مغرفه صغيره فلفل الكحل، ونص مغرفه صغيره عكري، والتابل الرئيسي اللي هو الكرويه، مغرفه صغيره كرويه. ونديروا 3 سنينات تاع الثوم اللي كنت درستهم بكميه قليله تاع الملح. هنا عندي مغرفه كبيره تاع المارغرين، وعندي كميه قليله تاع المعدنوس نسحقه في الاخير، ومغرفه كبيره طوماطيش كونسونطري، وما ننساوش الزيت. ولا هنا نص مغرفه صغيره هريسه في الاخر، ونسحقوا كانا رشه ولا قطرات من الخل، وكميه قليله تاع الملح. فوالا، نروحوا نحضروا الوصفه. انا لهنايا جبت مقله درتها فوق النار وخليتها تسخن. نروحوا ندوبوا هذيك المارغرين تاعنا. فوالا، نخلوها حتى تذوب مليح، ونزيدوا لها كميه قليله تاع الزيت. فوالا، فوالا نخلوها حتى تذوب مليح مليح. ولا هنايا نروحو نجيبو الكبده تاعنا. فوالا، انا ما قطعتهاش، خليتها هكذاك يعني خليتها هكذاك كبيره. دوك كي نكمل نقليوها ومن بعد تيك نروحو نقطعوها. فوالا، لهنا نحطها كامل، درتها تتقلى وانا شريت كميه قليله، يعني شريت قيس 40,000 عطاني كميه ما شاء الله. فوالا، هنا نغطيها بالغطيوه بيسك كيما نعرفوا تترتق الكبده. نرشوا عليها قبل رشه خفيفه تاع الملح، ما نكتروش بيسك حنا درنا في الثوم الملح. فوالا، ونغطيوها ونخلوها تتقلى بغردها، ونقليوها نص طياب، ما نخلوهاش تحمر مليح مليح بيسك ما ننساوش راح نديروها في الدرسه. فوالا، هنا نقلبوها اللي مازال ما حماروش شويه. فوالا، ونديروها توجور على نص بتيفو، عفوا نديروها توجور بتيفو، ما نقويوش النار باش ما تتحرقناش. توجور نديروها بتيفو، ونعطوا لها تحميره خفيفه برك، ونحيوها نديروها في تبسي. فوالا، نكملوا لها طياب تاعها في الدرسه. فوالا، نقلبوا كامل الكبده تاعنا باش ياخذوا تحميره. فوالا، نكملوا نخلوها طيب واحد دقيقه زوج دقائق ونحيوها. هنا نحيوها، انا نحيتها كامل في المقله هذيك، نفس المقله اللي قليت فيها الكبده. ندير عليها هذاك 3 سنينات تاع الثوم، وندير عليها طوماطيش مغيرفه هذيك. فوالا، ونزيد عليها دوك التوابل اللي قلت لكم عليها. فوالا، وندير عليها هذيك نص مغرفه صغيره تاع الهريسه. كيما تقدروا كانا ديروا نص مغرفه صغيره عكري حار. كيما تعرفوا باللي كبده مشرمله تجي بزاف حاره. فوالا، لي محبين الحار واللي ما يحبش ياكل الحار يقدر يستغنى على الحار ولا على الهريسه. فوالا، انا لهنايا درت كميه قليله تاع الماء باش ما يتحرقناش هذاك الثوم. فوالا، ونقليو مليح هذوك الطوماطيش والتوابل باش يعطونا بنه ويعطونا جو بزاف بنين. فوالا، هنا نزيد هذاك الكاس تاع الماء.
فوالا ندير لها كاس برك تاع الماء ونميلونجيو كامل هذوك الدرسه هذيك اللي قلت لكم عليها، ونخلوها تغلي غليه الاولى، ومن بعد كنعاودو نولو نكملو الوصفه. انا لهنايا حكمت هذيك الكبده اللي كنت قليتها نقسمها على شرائح طويله، فوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا، وكيما تقدروا تخلوها هكذايا، فوالا نقطعوها هكذا شغل بالطول، شرائح طوال، فوالا. انا نكمل كامل نقطعهم ونعاود نولي ليكم. هنا قطعتها، فوالا نحطها في التبسي ونروحوا نديروها في هذيك الدرسه اللي غلات لنا. لهنا يغلات لنا هذيك الدرسه، الله الله، نروحوا نكبوا فيها هذيك الكبده اللي كنا قطعناها، فوالا ميلونجيوهم حاجه خفيفه، فوالا ميلونجيهم حاجه خفيفه. هنا نروحو نجيبو هذاك الخل اللي قلت لكم، نديرو رشه خفيفه، قطرات قليله تاع الخل. كما نعرفوا الكبده مشمله لازم نديرو لها الخل قطرات في الاخير. هنا تميلونجيوهم حاجه قليله بالمغرفه، ونكبوا عليها هذاك المعدنوس اللي كنت قطعته في الاخير، نديروا لها كميه قليله ونغطيوها ونخليوها واحد 2 دقائق تعقد لنا هذيك لاصوص، الله الله. كما راكم تشوفوا هذيك الدرسه جات ما شاء الله، البنه ما نحكي لكمش عليها. لهنايا نطفيو على الفرن تاعنا، شوفوا يعني لاصوص كيفاش جات عقده وجات بنينه وتشهي، جات ما شاء الله. يعني جات واحد الكبده مشرمله ما نحكي لكمش عليها. فوالا هنا نروحو نحطوها في طبق التقديم. انا لهنا كنت زيتها بكميه تاع المعدنوس، فوالا. لهنا يعني جات كبده مشرمله على قانيها، وجات بنينه بالبزاف. كيما راكم تشوفوني اني قربت لكم يعني طبق، جات بزاف بنينه بهذيك لاصوص خاتره وحاره، الله الله. جات ما عندي ما نحكي عليها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، والى عجبتكم ما تبخلونيش بجام، ابونيو القناه تاعي، بارطاجيو مع لي زامي مع الحباب، فوالا باش تفاعل القناه تاعي ونقدم لكم ان شاء الله ما خير. فوالا ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ان شاء الله يعجبكم وصفاتي، فوالا. وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى، وصفات اخرى. وما عليا غير نقول لكم سلام، تهلاو في راحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى ووصفات اخرى.